عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض الشيش طاووق بطريقه سهله جدا وبسيطه. زي ما انت شايفه لونه تحفه وطعمه في منتهى الجمال. لو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناه وتحطي لايك للفيديو وخليكي معايا للاخر، هقولك كل التفاصيل اللي تنجح معاكي الوصفه ومن اول مره. يلا نسمي الله ونشوف الطريقه والمقادير. معانا هنا بصلايه كبيره احنا بشرناها. هناخد الميه بتاعه البصل، مش عايزين التفل في حاجه، تقدري تستخدمي بقى في اي وصفه تانية. هناخد الميه كده ونضيف لها معلقه كبيره من الخل، وهنضيف لها عصره ليمونه ومعلقه من الصلصه، وهننزل عليها بقى بالتوابل بتاعتنا: ملح وفلفل اسود وبابريكا وبصل بودر، ولو عندك بهارات فراخ يفضل طبعا تحطي معلقه صغيره. طبعا انا هنا الفرخه بتاعتي مقطعاها 8 قطع وغسلها كويس قوي ومصفياها. ملحوظه مهمه جدا: لما تيجي تشوي فراخ لازم تكوني مصفياها من الميه كويس قوي، علشان لما تيجي تحطيها في التتبيله تشرب معاكي التتبيله وتاخد الطعم، يبقى ايه طعمها في منتهى الجمال وتبقى زي المشويه بالظبط. انا نزلت بقى بيها كده في التتبيله وعملت لها شويه مساج، وحطيت لها معلقه من الزيت، وهبتدي اسيبها بقى ايه 3 4 ساعات. طبعا يفضل ان انت تحطيها في التتبيله دي من بالليل، هتديكي نتيجه احسن واجمل كمان. تمام كده، هسيبها بقى تتبل عبال ما نعمل بقى ايه سلطه البابا غنوج اللي احنا هناكلها جنب ايه الشيش طاووق بتاعنا ده. زي ما انت شايفه كده انا بحاول اخلي التتبيله كلها في الفراخ. انا كنت هنا شاويه بتنجانيه وحطاها في ميه وخل، وعايزه اقول لك ان موضوع الميه والخل ده بيخلي البتنجان بتاع البابا غنوج ما يغمقش منك، ويبقى ايه لونه فاتح كده ولونه حلو وايه، وما يبقاش غامق وشكله مش حلو. زي ما انت شايفه كده انا بقشرها بعد ما حطيتها في الميه والخل. طبعا انا كنت شاوياها ونزلت بيها في الميه دي وعليها معلقه من الخل، وسبتها شويه كده هتتقشر معاكي طبعا بمنتهى السهوله، ولونها يبقى ابيض فاتح ما يغمقش منك. هبتدي اجيب الكبه بتاعتي وهنزل بيها بالبتنجانيه، وابتدي احط لها بقى التوابل بتاعتنا ومعلقه كده من الطحينه او معلقتين. انا هنا بحط ليمون وهحط خل وهحط حته كده من الفلفل عشان تبقى سبايسي كده وحلوه، وهنا بحط الطحينه، وهبتدي اضربها في الكبه بتاعتي لحد ما تتحم معايا وتبقى ايه بابا غنوج كده. ايه انا بحبه ايه يكون ناعم، ما يكونش ايه قطع تخينه كده. انا هنا بضربها زي ما انت شايفه كده خلاص، وهبتدي افضي الكبه من السلطه بتاعتي اهيت. عايزه اقولك ان لما بتبقى مفرومه كده بيبقى طعمها حلو قوي زي الطحينه بالظبط. خلاص كده ما بيبقاش باين بقى البتنجان لان انت ضربتيها كويس قوي في الكبه. هبتدي اضيف لها كمون عشان كنت نسيت احط الكمون وشويه شطه، وهقلبها وهحس كده ان هي ايه محتاجه معلقه طحينه كمان، هضيف لها معلقه من الطحينه. حسيت ان هي خفيفه وعشان تاخد سمك كده اكتر. وهبتدي بقى ايه ازوقها بالبابريكا واحط لها معلقه من الخل، معلقه من الزيت قصدي. تمام كده هكون بقى ايه الفراخ بتاعتي اتبلت، وهاخدها بقى اجيب الصينيه بتاعتي، وفي الاثناء دي طبعا هكون فاتحه الفرن بتاعي على اعلى درجه. هروح بقى ايه حاطه الفراخ بتاعتي رصاها كده في الصينيه، واكون فاتحه الفرن زي ما قلت لك علشان خاطر احنا عايزين الفرن يكون حامي قوي، علشان اول الفراخ ما تدخل تاخد صدمه وما تنزلش ميه وتبقى متحمره حلوه قوي. بعد ساعة وربع كده، وطبعا الوقت بيبقى على حسب حجم الفرخة، لو الفرخة كبيرة بتاخد وقت أطول من كده. هكون أنا بقى إيه ولعت الفحماية وحطيتها في ورقة الفويل ونزلت بيها كده في الحلة، وهحط بقى إيه فوق الحلة المصفى بتاعتي، وهحط قطع الشيش طاووق كده، واحط بقى ايه شويه من الصوص اللي نازل ده على الفراخ، هينزل على الفحمايه فهيديني التدخينه بتاعه الفحم بالظبط، هيديني الريحه بتاعه الفحم كانها مشويه على الفحم بالظبط زي ما انت شايفه كده. وابتدي بقى اغطيها واسيبها ايه 5 6 دقايق كده عشان تاخد الريحه بتاعه الفحم. خلاص كده زي ما انت شايفه لونها تحفه وطعمها في منتهى الجمال. تقدري طبعا تعملي زي كده تاكليها بالعيش مع طحينه او بابا غنوج، او تقدري تعملي مكرونه او رز اللي يريحك. طبعا هي الوصفه جميله ومتاح تعملي جنبيها اي حاجه انت بتحبيها، وسهله جدا وسريعه وتنفعك جدا في الصيام. يعني احنا في رمضان تقدري لو انت بتشتغلي ترجعي من الشغل تنفذيها، مش هتاخد معاكي وقت طويل. وطبعا تكوني متبلاها من بالليل، ترجعي بقى من الشغل قبل الفطار كده بساعه ولا ساعتين هتنفذي الوصفه، هتطلع معاكي في منتهى الجمال. عايزه اقول لك ان هي سريعه جدا وجميله جدا ومش مكلفه، وان شاء الله تعجبك. وما تنسيش تقولي لي في التعليقات رايك ايه في الوصفه، ولو نفذتيها تقولي لي برده طلعت معاكي عامله ايه وطعمها عامل ازاي. يلا بقى اشوفكم على خير في فيديوهات جايه كتير. مع السلامه.